في تصريحات للاعب الدولي الجزائري السابق رابح ماجر تحدث فيها عن إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من المونديال، وكذلك كشف عن توقعاته بخصوص البطولة التي ستنطلق خلال شهر نوفمبر الحالي في قطر. وقال ماجر لموقع الجزيرة نت: حزين لغياب الجزائر عن المونديال، أعتقد أنها الغائب الأكبر عن البطولة برفقة إيطاليا ومصر. وأضاف: كنا نريد مشاهدة رياض محرز ومحمد صلاح في المونديال، لكن علينا التفكير في مونديال 2026. وعن المنتخب الذي يرشحه للفوز باللقب قال ماجر: المنتخب البرازيلي مرشح بقوة للفوز باللقب بالنظر إلى الفورمة العالية التي يمر بها أبرز اللاعبين، وكذلك المنتخب الفرنسي حامل اللقب، ونظيره الألماني الذي يبقى رقما صعبا ومنتخبا قويا. واختتم ماجر تصريحاته قائلا: مونديال قطر يتميز بالجدية والاحترافية، كل شيء تم توفيره في هذا المونديال، وستكون كأس عالم تاريخية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.